بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة حسام صلاح. ان شاء الله النهاردة هعمل لكم صينية بطاطس بالفراخ وحاجة جديدة كمان، واحط عليها زبادي. تعالوا مع بعض نشوف. معنا فرخة متنضفة. طبعا الفرخة دي عشان تشيلي منها ريحة الزفارة بتتغسل بخل وبليمون، مفيش ليمون، ملح ليمون. ومعنا 3 بصلات، علبة زبادي، قرنين فلفل رومي او حامي زي ما انتوا عايزين، مرق دجاج فوري، كيس صلصة، 3 حبات طماطم، نص ليمونة، معنا نص معلقة بهارات، كمون، ملح، ورق لورا، فلفل اسمر، قرنفل، حبهان، زعتر، وجوز الطيب. هنبشر حبة جوز الطيب مع بعض وان شاء الله تعجبكم. ورجعنا لكم تاني. دي منظر الفراخ بعد ما تبلناها. هنشيلها نص ساعة في التلاجة عقبال ما نجهز بقية حاجة البطاطس، وان شاء الله نرجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم تاني. دي البطاطس اللي احنا قطعناها شرايح. انا مش مكتر البطاطس على فكرة، انا ممكن اعملها حتى من غير بطاطس، بس انت لو عايز تحط عليها بطاطساية بس حبتين بطاطس 3 اللي انت عايزينه. هننزل بالحاجة ايوه، هنفرشها طبعا. هنرجع لكم تاني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهندي سنة زيت كمان للاكل. وحطينا لها كوبايه ميه، هنسيبها على النار شويه وبعد كده ننزلها فرن ونرجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم تاني. ده شكلها بعد ما شلناها من على البوتاجاز. دلوقتي احنا هندخلها الفرن وهنسيبها تحت الشوايه شويه. هنرجع لكم تاني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم تاني. وده شكل الصينيه بعد ما طلعت من الفرن. حطيناها تحت الشوايه وان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش الاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.